بتبدأ الأحداث جوه واحدة من أكبر شركات الأمن والحراسة. بريمر رئيس الشركة كان ضابط شرطة سابق، والشركة بتجيلها معلومات مهمة ودقيقة عن كل حاجة بتحصل جوه جهاز الشرطة أو القضايا اللي بتهم الرأي العام. كانت حاجة كده عاملة زي جهاز المخابرات. كان عنده ميعاد مع واحد من أكبر عملائه، وشافه على الكاميرات وهو بيوصل للمبنى، واتصل بواحدة في الأوضة اللي جنبه وبلغها إنه وصل ولازم تسمع كل كلمة هتدور بينهم. الشخص ده كان اسمه آرثر، واحد من كبار رجال الأعمال والسياسة. كان مكلف بريمر بمراقبة زوجته لينور لأنه كان شاكك فيها. بريمر قال له إن بعد مراقبة استمرت لأكتر من شهر على كل تحركاتها واتصالاتها، اتضح إن زوجته مخلصة ليه وما بتعرفش أي حد تاني. آرثر كان غضبان من نفسه لأنه شك في زوجته اللي بيحبها جدا، وما كانش صح يعمل كده. الميكروفون كان مفتوح والست اللي في الأوضة كانت سامعة المحادثة كلها، وعلشان يكفر عن غلطته لازم يجيب لها هدايا كتيرة وينفذ لها كل طلباتها. وشكر بريمر وخد معاه ملف القضية ومشي. بعد كده بريمر بيدخل الأوضة اللي فيها الست، وبنعرف إنها تبقى لينور زوجة آرثر. بريمر طلب منها تحضر علشان تسمع الحوار اللي بينهم، وكانت مستغربة إن بريمر كذب على جوزها آرثر لأنها كانت على علاقة بمدرب الجولف بتاعها، وقالت له إن العلاقة دي انتهت من فترة واعترفت إنها كانت غلطة ومش هتتكرر تاني. بريمر قال لها إن أخلاقه منعته يقول الحقيقة لجوزها علشان يحافظ على بيتهم وعلاقتهم الزوجية، لأنه بيعدي على مكتبه آلاف القضايا اللي بالشكل ده، وعارف كويس تأثير الخيانة بيكون إيه على الزوج والزوجة. ما كانتش عارفة تشكره إزاي على موقفه النبيل ده، لكن وهي ماشية بريمر طلب منها ترد الجميل. قال لها إنهم وكالة تحقيقات والمعلومات هي أهم حاجة عندهم، وجوزها آرثر بيمتلك 3 صحف من أكبر الجرايد، وأكيد بتجيله معلومات عن رجال السياسة والاقتصاد والقضاء، وهو عنده قضية كبيرة وعاوزين يعرفوا معلومات عن القاضي اللي هيحكم فيها، لأنه بالصدفة صديق جوزها آرثر. لينور عرفت إنه بيساومها بس بطريقة شيك شوية، وقال لها تفكر وترد عليه. بريمر كان ساكن في بيت فخم على البحر، ما بيسكنش فيه غير طبقة الأثرياء. بعد ما ركن عربيته الفخمة اتفاجئ بلينور مستنياه جوه البيت. قالت له إن الباب اللي بيودي على حمام السباحة كان مفتوح. استغرب لأنه ملقاش عربيتها مركونة قدام البيت. قالت له باستهزاء إنها كانت فاكراه يعرف إن عندهم منزل للأجازات قريب من هنا، وسألته كام واحدة يعرفها من زوجات رجال الأعمال مديونين له بمعروف وبيسددوا ديونهم من المعلومات اللي بيجيبوها له، ورفضت طلبه. بريمر قال لها خلاص بكرة الصبح هتصل بجوزك. لينور قالت له إنها هي اللي هتعترف لجوزها بكل حاجة، وهي واثقة إنه ممكن يسامحها لأنه بيحبها، ولو ساءت الأمور هتتطلق، لكن مش هتخضع لتهديده مهما حصل. وهددته إنها هتقول لجوزها عن عمليات الابتزاز الحقيرة اللي بيقوم بيها، وهو عنده 3 جرايد كبار زي ما انت قلت، وأكيد الأخبار دي هتهمهم. اتعصب عليها لأنها بتهدد مستقبله وممكن تكشفه، ولما زقته بعيد عنها ضربها بالقلم وراسها وقعت على الترابيزة، ولما جس نبضها لقاها ماتت، وتحول من ضابط شرطة المجرم بسبب جشعه. نظف مسرح الجريمة كويس وحطها في شنطة العربية، وراح بيها مكان بعيد على الشط وساب جثتها هناك. تاني يوم المفتش كولومبو كان في طريقه لمكان الجثة، وشرطة المرور وقفته لأن لمبة الإشارة بتاعته مكسورة. ولما الضابط عرف إنه المفتش كولومبو قال له إنه هيوصله للعنوان. الطبيب الشرعي قال إن الجثة اتنقلت للمكان ده، وإنها تعرضت لضربتين على راسها، واحدة منهم كسرت قاع الجمجمة والتانية على خدها الشمال، ومفيش أي أثر للبصمات. لكن كولومبو لاحظ الضربة اللي على خدها الشمال. آرثر جوزها اتعرف على الجثة وكان متأثر جدا. كان راجل حكيم وقوي. قال لكولومبو انه اكيد الشرطة هتشك فيه هو الاول، لكنه كان مسافر لمؤتمر في سان فرانسيسكو، والسكرتيرة هتديك كل المعلومات اللي هتطلبها، وبعد ما تتأكد من كل حاجة تعال ندخل في صلب الموضوع وندور على القاتل الحقيقي واللي عاوزك تلاقيه بأسرع وقت. كولومبو سأله إذا كان ليها أعداء أو كانت على علاقة بشخص تاني. آرثر قال له إن تقرير المراقبة بتاعها أثبت هي قد إيه كانت زوجة مخلصة، وكلم كولومبو بلهجة قوية وقال له إنه مش هيصبر كتير لحد ما يوصل للقاتل. تاني يوم راح لآرثر في قصره المتواضع وقال له إنه مقدرش يوصل لحاجة معينة، لكن كان شاكك إنه زوجته تعرف القاتل لأنه نقلها من المكان اللي حصلت فيه الجريمة. آرثر كان غضبان لأنهم لحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا لحاجة، وقال له إنه بيتصل بمجلس المدينة باستمرار، وعرف إن مفيش عمليات قبض تمت ولا أي شخص مشتبه فيه، وعلشان نسرع موضوع التحقيقات لازم حد تاني يساعدك. دخلوا البيت وبص لصورته مع لينور، وآرثر عرفه ببريمر وطلب منه يتعاون معاه علشان يحلوا القضية بأسرع وقت.
بريمر قال له انه كان بيتكلم مع رئيس الشرطة وسمع عن كفاءته. كولومبو طبعا باسلوبه الساخر قعد يستدرجهم في الكلام، وعرف من ارثر ان بريمر هو اللي عرض خدماته علشان يساعد في القبض على القاتل. كولومبو قال له اكيد انتوا تعرفوا بعض من زمان. ارثر قال له انه استعان ببريمر في بعض اعماله. كولومبو قال له اكيد في مجال الحراسة والامن وكده. بريمر قال له لا، دي كانت مسائل شخصية بس مش هو ده موضوعنا. كولومبو كان مرحب طبعا وما عندوش مانع، وقال لهم انا دلوقتي بس اتفائلت ان القضية دي هتتحل اسرع مما كنت اتصور. وقال لهم انه بيؤمن بالتفاؤل والتشاؤم والخرافات وقراية الكف، وقرا كف ارثر وقال له انه حظه اللي اتكسر هيرجع تاني، وقرا كف بريمر الشمال وقال له انت راجل موهوب وعندك طموح كبير. وهو ماشي فتح باب الدولاب بالغلط ولقى فيه مضارب الجولف. ارثر قال له انها مضارب زوجته، وعرف منه انها كانت بتاخد دروس وبتتعلم جولف. وبعد ما مشي بريمر طبعا كان بيسخر منه قدام ارثر، وهو خارج من البيت شاف عربية بريمر الفخمة، وبعد كده راح يركب عربيته المهكعة وهو بيستغرب. راح نادي الجولف اللي لينور كانت متعودة تروحه، وقابل ارتشر مدرب الجولف، وعرف من جدول المواعيد انه اداها دروس كتيرة، واتكلم معاه بصراحة عن لينور وسأله اذا كانت من النوع اللي بيعمل علاقات مع رجالة ولا لا. ارتشر قال له انه بيعلمها جولف وبس وما بيدخلش في المسائل الشخصية لأي حد. كولومبو طلب منه يديله درس لانه ما بيعرفش يلعب جولف، لان كل حياته متركزة في الشغل وبس. وقال له انه لاحظ ان كل مواعيده مع لينور كانت اخر النهار، وحصتها دايما بتكون الحصة الاخيرة. وسأله ايه اللي كان بيعمله بعد ما بيخلصوا الحصة. لما لقاه بيتلجلج في الكلام ومش عارف يجاوب قال له احسن لك تسكت وما تتكلمش. كان حاسس طبعا ان ارتشر بيكذب عليه، وضرب الكورة وطلع لعيب جولف كبير. وقال له احيانا الواحد بيخبي الحقيقة لكنها اكيد هتظهر. بريمر كان عامل اجتماع لموظفين الامن عنده، وقال لهم ان ارثر دفع لهم الفاتورة كلها وطلب سرعة القبض على القاتل. كولومبو كان مستغرب وهو شايف الاجتماع ولا كأنهم جوه اسم بوليس. بريمر كان طالب منه ملف القضية علشان يطمن طبعا، وكولومبو كان جايبها له بنفسه وسأله عن الأدلة اللي لقوها. كولومبو قال له مفيش أدلة لحد دلوقتي لكنها مجرد تخمينات، مثلا في كدمة وجرح كبير على خد الضحية الشمال، وده معناه انها اتضربت بالقلم واللي ضربها كان لابس خاتم كبير وهو ده اللي سبب لها الجرح. بريمر خد شفطة شاي بايده اليمين وقال له خاتم زي ده، ووراله الخاتم اللي لابسه في ايده الشمال. كولومبو قال له بالظبط، والقاتل ضربها بظهر ايده لانه لو ضربها بكف ايده الخاتم ما كانش هيعلم في وشها، واكيد القاتل بيستعمل ايده الشمال لان الضربة كانت على خدها الشمال. بريمر حس ان كولومبو مسك اول خيط في القضية وارتبك واتعصب وهو بيمثل طريقة الضربة، لدرجة ان كولومبو استغرب من ردة فعله ولاحظ انه شخص عصبي على عكس ما بيحاول يظهر من برود اعصاب. وقال له اكيد القاتل ده شخص بيتعصب بسرعة وفقد اعصابه فجأة وقتلها، وان الموضوع كان عبارة عن حادثة مش جريمة مدبرة. وهو ماشي قال له يمضيله ايصال استلام نسخة من ورق القضية، ولاحظ ان بريمر بيستخدم ايده الشمال. بريمر مسك القلم بايده اليمين وقال له انه بيستعمل الاتنين بنفس الكفاءة، وقال له ان دي ميزة عند 10% بس من سكان العالم. وهو ماشي سأله اذا كان راح منزل ارثر اللي على الشط قبل كده. بريمر قال له انهم بعيد عنه بحوالي 5 كيلو. كولومبو قال له ده انتوا قريبين جدا من بعض، وعرف ان كولومبو بدأ يقرب منه. ارتشر وهو خارج من النادي وبيركب عربيته اتفاجئ بكولومبو قاعد جواها. نزلوا يتمشوا وكان في واحد تبع بريمر بيراقبهم. ارتشر اعترف له انه كان على علاقة بلينور واستمرت لفترة واتقطعت لانها كانت بتحب جوزها وحست بالذنب، وقال له انه متأكد ان الشرطة هتشك فيه لانه يوم ما اتقتلت كان قاعد لوحده في شقته بيتفرج على التلفزيون وما عندوش شهود على كده او حجة غياب مقنعة. لكن كولومبو طمنه وقال له انه عارف انه مش هو اللي قتلها لانه مش لابس خاتم في ايده. ارتشر قال له ممكن اكون قلعته. كولومبو قال له حتى لو قلعته مكانه كان هيبقى معلم في ايدك. ارتشر قال له انه طول الوقت كان خايف وهو معاها لان كان في شخص تملي بيراقبهم وكانت هيئته زي ما يكون ضابط في الجيش. تقرير المراقبة وصل لبريمر، وبعد كده اتصل بليه وهو في اجازته وبيلاعب ابنه، وكان بريمر بيستعين بيه دايما في العمليات الخاصة وكلفه بمهمة سرية. كولومبو عمل جولة في المبنى وانبهر بحجم الامكانيات والمعلومات اللي بيجمعوها واسطول العربيات اللي عندهم. ولما بدأ يحكي لكولومبو عن واقعة حصلت في الشركة بريمر انفعل عليه وقال له انه طلب منه يفرج كولومبو على المبنى لكن ما يحكلوش اسرار العملاء او الشركة. كان عازم كولومبو على الغداء
والأكل طبعا كان من النوع الفاخر. كولومبو قال له إنه عرف إن لينور كانت على علاقة بمدرب الجولف، والغريب إن كان في واحد بيراقبهم طول الوقت، واستنتج ان زوجها ارثر اكيد هو اللي كلف حد بمراقبتها. لكن الغريب ان ارثر قال له ان عندها سجل مراقبة نظيف وانها انسانة مخلصة، يبقى اكيد الشخص اللي كان بيراقبها كذب عليه. بس ليه يكذب؟ اكيد كان عاوز يبتز لينور، ولما رفضت ممكن يكون ده اداله دافع للقتل. بريمر قال له استنتاجك هايل، بس صعب يبقى عليه دليل او تقدر تثبته، لكن طالما انت مقتنع بيه خليك ماشي وراه. وعرض على كولومبو يشتغل معاه في الشركة بمرتب خرافي لانه انبهر بذكائه. كولومبو سأله لو اشتغلت معاك هل هفضل ماسك قضية ارثر ولينور؟ بريمر فكر شوية وقال له انه هيحتاجه في قضايا مهمة واكبر من كده، وهيكلف حد تاني بقضية لينور. وعرف طبعا ان هدف بريمر هو ابعاده عن القضية. اتكلم مع الموظف تاني وقال له ان بريمر عرض عليه يشتغل في الشركة، بس مش عارف يطلب منه مرتب قد ايه. الموظف قال له ان في ناس بتوصل رواتبهم ل30,000، وفي ناس زي ليو بياخدوا اعلى. كولومبو طلب منه انه يقابل ليو علشان عاوز يتكلم معاه، وعرف من اوصافه انه هو نفس الشخص اللي كان بيراقب لينور. زوجة ليو كانت مع ابنها في الجنينة واتفاجئت بكولومبو بيلعبوا على المرجيحة. اتكلم معاها وعرف ان بريمر كلفه امبارح بمهمة وخد معاه جواز سفره. مسك صورة ارثر ولينور وقال له انهم ملقوش معاها النضارة وما كانتش موجودة في شنطتها. ارثر قال له لانها بقت تلبس عدسات بدل النضارة. دور في شنطتها ومتعلقاتها الشخصية ولقى علبة العدسات فاضية. ارثر قال له اكيد كانت لابساهم يوم ما اتقتلت. كولومبو جات له فكرة عبقرية وطلب من ارثر يديله الاذن في موضوع ممكن يكون مؤلم بالنسبة له، لكن في نفس الوقت ممكن يوصلهم للقاتل. ارثر قال له انه معاه شيك على بياض يقدر يعمل اللي هو عاوزه. اللي بيراقب كولومبو بلغ بريمر انه راح المقابر ومعاه ارثر والطبيب الشرعي، لان كولومبو امر باستخراج الجثة وفحصها من جديد. بريمر حس بالقلق وحب يروح يشوف بنفسه، وهما بيجهزوا له العربية ما كانتش راضية تشتغل. بريمر قال لهم يطلعوا له عربية من عربيات الشركة ويودوا عربيته للصيانة، وكولومبو شافه وهو جاي وكان متوقع انه هيحضر. ارثر قال له ان كولومبو شاكك انها فقدت العدسات بتاعتها في مسرح الجريمة. بريمر قال له ان ده احتمال بعيد جدا، لكن كولومبو قال له انها تعرضت للضرب بشدة واكيد العدسات وقعت منها. في نفس اللحظة الطبيب الشرعي نده عليه. بريمر كان متوتر وعاوز يصدر الاحباط لارثر. لما رجع قال لهم ان العدسات مش موجودة مع الجثة. بريمر قال له ممكن تكون وقعت في المشرحة او الشارع او اي مكان تاني، او حتى وقعت منها قبل ما تموت. كولومبو قال له او في المكان اللي اتقتلت فيه. ارثر قال له اعمل اللي انت عاوزه ومالكش دعوة ببريمر. بريمر فتش البيت بتاعه كله وقلب السجاجيد وفتشها حتة حتة علشان يلاقي العدسات. في نفس الوقت كولومبو عدى عليه وهو بيكلمه كان بيبص للسجادة وبيدور فيها، وقال لبريمر انه للأسف مش هيقبل عرض الشغل بتاعه لانه مش عاوز يسيب قضية لينور. وبعد ما مشي جاله اتصال من عامل الجراج وقال له انهم اخدوا العربية بتاعته للصيانة وهتكون جاهزة بكرة. لبس هدومه وراح الجراج علشان يفتش شنطة العربية، يمكن تكون العدسات وقعت هناك. وفعلا لقى العدسات في شنطة العربية، لكن فجأة الأنوار كلها اشتغلت ولقى قدامه كولومبو وارثر والشرطة كلها حوطته. كولومبو قال له ايه اللي بتعمله هنا؟ كسرت قفل الباب واقتحمت المكان وده كله مخالف للقانون، وكنت بتفتش الشنطة ليه؟ بريمر قال له انه كان بيدور على اوراق قضية مهمة. ارثر قال له يعترف احسن لان ده المكان اللي حط فيه جثة لينور ونقلها للشط. كولومبو قال له تعالى نكمل كلامنا في الاسم ونتفاهم. بريمر قال لهم انه ما عندوش مانع وحط ايده في جيبه وطلع سيجارة، وهو بيرمي علبة السجاير مسكوا ايده لانه كان حاطط العدسة جوه العلبة. لما امره اتكشف بص لارثر واعتذر له وقال له انها كانت حادثة وما كانش يقصد يقتلها، وقال لكولومبو حليت القضية ازاي. كولومبو قال له لما قريت كف ايدك لاحظت الخاتم والفص اللي فيه وكان مطابق للجرح اللي على خد لينور. ارثر قال له ان من حظنا ان عدساتها وقعت. كولومبو قال له ان العدسات كانت موجودة على الكفن بتاع لينور وان هو اللي حط العدسة في الشنطة، وخلى بريمر يحاول يتخلص منها قدام الشهود، وهو اللي عطل العربية بحيلة كانوا بيعملوها وهم اطفال صغيرين، وده اللي نفعه لما بقى ضابط شرطة. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.